من سنة 1918 حتى سنة 1935. الإقلاع الكبير الذي ستعرفه صناعة الخزف بأسفي هو سيكون منذ القرن العشرين حين استقرار المعلم بوجمع العملي بمدينة أسفي. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الأصل ولكني فنان مهم، وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان أو غيرها. ولد الفنان بوجمع العملي بقرية من قرى منطقة القبائل الجزائرية سنة 1890. خلال فترة شبابه كان يذهب إلى ورشة لصناعة الخزف يديرها أستاذ خزف فرنسي محنك معروف هو الأستاذ إرنست سوبيرو، الذي كان يعمل أيضا مدرسا بمدرسة الفنون الجميلة الجزائرية. قضى بوجمع العملي نحو 10 سنوات كمتعلم في ورشة أستاذه، ليصبح فيما بعد مسؤولا عنها ويستكمل تكوينه بالمدرسة حيث يدرس. بعد الحرب العالمية الأولى رحل السيد العملي إلى فاس بأمر من مصلحة الفنون الجميلة قصد تكوين الخزفيين الشباب وإنقاذ صناعة الفخار من الانهيار. فقد أصبح الفخار المغربي يشكو بسبب غزو الأواني المعدنية من الإهمال والكساد. مع بداية القرن العشرين بدأت تتقاطر على المغرب أوان أجنبية معدنية وبلاستيكية كانت تقليدا لكثير من المنتجات الفخارية المغربية أقبل عليها المغاربة بشدة وفضلوها على منتوجاتهم الوطنية بسبب ثمنها الرخيص ومتانتها، مما ألحق أضرارا بالغة بهذه الحرفة وممارسيها. شكلت أسفي إذن نقطة انطلاق مغامرة العمل بالمغرب، إذ قام بتأطير أول ورشة للخزف في البلاد تأسست تحت أوامر المارشال ليوطي، والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة للخزف، حيث قدم العملي أسرار تطويع التراب لفائدة الجيل الجديد. وقد كان لهذا الاستقرار أثر كبير على صناعة الخزف بأسفي. لماذا؟ لأنه سيؤسس أول مدرسة خزفية بالمغرب، وقد طور يعني كان يلقي بهذه المدرسة مبادئ صناعة الخزف، وفي فترة يعني كثرت فيها الصناعات الأوروبية المنزلية وخصوصا البلاستيك، إلا أن المعلم بوجمع العملي تحدى هذه الصناعة المستوردة والصناعة الحديثة آنذاك، وقام بإعادة إحياء الخزف
كأواني منزلية نحتاجها في معيشنا اليومي. هي أول دراسة ديال الخزف دارت في المغرب بهذا الشكل اللي في 1921، وهذه الصورة ديال القسم ديال 1921 اللي كان تيسيروا العملي. وهذا العمل ديال هذا العملي بنفسه اللي في خدا الجوائز في 1922 و 1931 في مرسيليا وغيرها، وتشهرت على قبله بسببه المدينة. 1919 تخلقت أول من دراسات لصناعة الخزف في مدينة أسفي، وكونات منها واحد العدد ديال المعلمين. هاد المعلمين اللي عطاو واحد السمعة كبيرة، وتتعرفوا بأن أسفي احتضن في عام 1932 ميدانية ذهبية في المعرض الدولي بباريس. هذه يعني باش تشوفوا يعني كيف كان التطور ديال الخزف مدينة أسفي. ولهذا وخلى هذو من دراسة اللي خلقت في عام 1919 إلى تقريبا عام حتى نقول الخمسينات، يعني عطات معلمين وأساتذة في الفن الخزف. منهم كان الوليد عندي حتى هو منهم كان في ديك الساعة مع العملي في عام 1900 كان خرج من عنده، بدا في عام 1919 إلى 1924. إن متاحف العالم وتجار التحف والمهتمون بها يتهافتون اليوم على خزف آسف القديم ويتسابقون عليه. ذلك الخزف الذي حمل بصمات فحول قدماء الصنايعية أمثال العملي والفخاري والمعلم سعيد السوسي وعبد القادر الغريسي وغيرهم، ممن عكست أعمالهم مرحلة مهمة من تاريخ الصناعة الخزفية بالمغرب. إلا أن مرحلة بوجمع العملي التي امتدت من سنة 1918 حتى سنة 1971 كانت الأكثر جودة ورقيا والأكثر محاكاة لخزف الفارسيين والموريسكيين والصينيين واليابانيين، وهي من جعلت خزف آسفي يحتل المراكز الأولى في المعارض الدولية.